ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بمناسبة رمضان بقى خلاص، كل سنة وانتم طيبين. كلها كام يوم. النهارده جاي لكم بكام تطبيق الصراحة كويسين قوي ولازم تقضي بيهم رمضان كله. بس قبل ما نبدأ الفيديو كده تستاذ عامله باللايك والشير الجمال بتوعك، ولو أول مرة تشوفنا تشترك معانا في القناة وتفعل زرار الجرس تشوف كل جديد. ومعاكم بلاك سانت. ومع أول تطبيق معانا، والصراحة فكرة التطبيق جامدة قوي، وهو تطبيق تسبيح لايت. هو التطبيق واجهته بسيطة خالص، عبارة عن المسبحة اللي انت شايفها ديت. مجرد بتدوس على الزرار كده بيقعد يعد مثلا ايه التسبيح اللي انت بتسبحه كل مرة. تمام. عندك مثلا هنا ممكن تحدد انت عايز مثلا تسبح كام يوم، او عايز تسبح لحد رقم كام، مثلا 100. تمام. ممكن مثلا هتغير اللون على حسب اللون اللي انت عايزه. مثلا انت مثلا بالليل وهتنام، فمثلا تفعل الوضع الليلي. عشان ايه؟ عشان برضو ما توجعش عينك وانت باصص على الشاشة. ممكن مثلا تفعل الفايبريشن، يقعد يعمل فايبريشن طول ما انت شغال لو تحسوا بيها. ممكن مثلا تشغل الصوت كمان بتاع التطبيق لو تسمع الصوت. نعلي الصوت شوية. الصراحة التطبيق بسيط جدا وهيسهل عليك قوي، وممكن مثلا تستعمله وانت ماشي في الشارع قبل ما تنام لسه صاحي. حوار مفيد قوي بجد. وفي كمان نسخة تانية منه أجمد الصراحة، وهي ريل تسبيح. زي ما انت شايف هنا التطبيق عامل لك فكرة أكنك ماسك سبحة بجد. تمام. عندك هنا مثلا ممكن برضه تعمل نفس العدد. ممكن مثلا من هنا تغير اللون. ممكن مثلا تفعل الوضع الليلي برضه، وهتعمل كده. بص كأنك على السبحة العادية برضه. وبرضه ممكن هنا تعمل فايبريشن. ممكن مثلا فعل الصوت. برضه الصوت واقعي قوي ولذيذ قوي بجد يعني. فصراحة فكرة برضه التطبيق كويسة قوي وبسيطة خالص وورث يعني. انت ايا كان بقى عم بتحب مثلا السبحة الإلكترونية، أو ممكن السبحة برضه الفتلة، برضه هو عاملها لك هنا طبيعية خالص. والصراحة جامد التطبيق. ومع تاني تطبيق معانا وهو تطبيق آية، وهو عبارة عن المصحف، بس بيقولوا كمان إن المصحف دوت نفس طبعة القرآن الأصلي بالظبط. فأنت لو متعود تقرا في الكتب هتلاقي نفس الطبعة هنا، وهتبقى مريحة جدا بالنسبة لك، وهتبقى سهلة عليك كمان، والكلام كله واضح وسهل جدا، والحوار سهل كمان. وممكن لو انت حابب مثلا تسمع الآية اللي انت بتقراها أو السورة اللي انت بتقراها، ممكن مثلا تدوس على الآية كده وهتشغل مثلا الرحيم مالك يوم الدين. ممكن مثلا تختار الشيخ اللي انت عايز تسمعه مثلا من هنا، وهتحمل وتسمع على طول. ممكن مثلا تحدد من هنا الآية، تحدد مثلا يبدأ منين ويقفل فين. ممكن من البار دوت مثلا تحدد الصفحة اللي انت عايز تجيبها على طول بسرعة. عندك مثلا في الحتة اللي فوق ديت، هي دي البوك مارك اللي انت بتحدد من عليها اللي انت وقفت فيها. ممكن مثلا من هنا هتدوس مثلا ستارت نيو ختمة، هيجيب لك مثلا لو هتختم في شهر واحد، لو 29 يوم، هيبقى 21 صفحة. انت مثلا هتدوس هنا وهتدوس كده، مثلا هيجيب لك انت النهاردة اليوم الأول هتقرا منين لفين. ممكن تدوس مثلا كومبليت، وتحدد كمان انت ممكن تحدد الوقت اللي انت عايز تقرا فيه. ومثلا هو جايب لك 29 يوم. لو انت مثلا انت عايز تكتر عايز تزود، عندك مثلا هنا البوك مارك، وعندك مثلا بقى نوتس وحاجات زي كده. انت برضو هتدعبس في البرنامج وهتعرف حاجات كتير، والبرنامج بسيط خالص، وهيفيدك كمان طول شهر رمضان وغير شهر رمضان كمان. نيجي لتالت تطبيق معانا، هو تطبيق المصلي اللي اتكلمنا عليه تقريبا مرة أو مرتين قبل كده، بس هتكلم عليه تاني ولازم نتكلم عليه تاني وتالت، لأن الصراحة يا جدعان التطبيق كويس قوي ومميزاته كتير برضه هوريها لكم دلوقتي. زي ما انت شايف واجهة التطبيق هنا، بص يعني كويسة قوي وبسيطة، والوانها كمان حلوة جدا. وزي ما انت شايف مثلا بيجيب لك ان المغرب فاضل له قد ايه عشان يأذن. عندك مثلا هنا بقية الايام وبقية الصلوات كلها برضو موجودة. عندك مثلا هنا يجيب لك الاذكار لو انت عايز تقرا الاذكار مثلا. عندك أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، كل الأذكار عندك هنا موجودة. عندك هنا برضو شوية أدعية كويسة أوي برضو، ممكن تدعيها في أي وقت مثلا أو قبل الفطار أو كده. وكمان في إنه بيحدد لك اتجاه القبلة عندك هنا عامل إزاي.
وكمان انا جربته على اكتر من مكان وتجيب القبلة كمان صح. وطبعا بقى زي ما انت شايف كده البرنامج مليان، وممكن بقى انت تخش وتدور فيه وهتكتشف فيه حاجات احسن بكتير من اللي قلت لك عليها في الفيديو. ولو ممكن كمان عايزيني اعمل لكم فيديو مخصوص للتطبيق بس اشرح لكم كل حاجة فيه، برضه بكتب لي تحت في الكومنتات. وعندك بقى هنا مثلا وقت الزهق مثلا بقى وانت قاعد متعملش حاجة، عايز تشوف مثلا حاجة جديدة وزهقت بقى من السوشيال بقى وقرف السوشيال بقى وكل ده، طول شهر رمضان لازم نقلله لأن الصراحة الحوار ملوش أي 30 لازمة. عندك مثلا هنا تطبيق قصص الأنبياء، ممكن تجيبها مثلا هنا مكتوبة زيها زي الكتاب بالظبط، نضيفها مثلا هيجيبها لك هي زيها زي الكتاب بالظبط. وممكن كمان تجيبها قصص الأنبياء مصورة. ازاي بقى؟ هندوس مثلا سيدنا آدم، هيجيبها لك مصورة كلها زي ما انت شايف. صراحة الصور بتاعتها كويسة قوي والرسم بتاعها حلو قوي بجد. برضه عشان تبقى تقرا الكلام وتتخيل المنظر مع الصورة، والصراحة الحوار هيبقى كويس قوي معاك. عندك كمان قصص الحيوانات هنا كلها موجودة، كلها حلوة قوي زي ما انت شايف الصور عاملة ازاي. الصراحة برنامج جامد قوي وهيفيدك، وهتقرا قصص جديدة، هتتعلم معلومات جديدة برضه مكنتش تعرفها، وهتقلل عليك كمان ضغط السوشيال ميديا والقرف بتاعها، لأن الحوار لازم نقلله. وبس كده، يا رب نكون فدناكم. متنساش تعملوا باللايك والشير والجمال بتوعك، ولو أول مرة تشوفنا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس تشوف كل جديد. تابع بقية صفحاتنا برضو كلها تحت في صندوق الوصف هتلاقيها، وفيديو بسيط خفيف كده على دخلات رمضان برضو عشان ايه تسخنوا لفيديوهات رمضان. وغالبا كده هنزل فيديوهاتي بعد التراويح زي السنة اللي فاتت. ومع السلامة.